كلمتين وبس. الله يرحمك يا استاذ فؤاد المهندس. النهارده جايبه لكم فكره، الناس اللي بتنسى، الناس اللي مشاغلها كتير، فده بيعمل توتر، والتوتر بيعلي مقاومه الانسولين، وده بيزيد الموضوع صعوبه عند الناس اللي عندها السكر، والناس اللي على وشك يصيبها السكر، بيخلي الموضوع قريب منها ان هي تبقى مريضة سكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني الكرام، والناس اللي بيشوفوني لأول مرة، اشتركوا يا جماعة، عندي كل ما هو مفيد. والقدام والجداد يا جماعة سيبولي تعليق، يا جماعة حطولي لايك. كل عام وانتم بخير، عيد اضحى مبارك علينا يا رب. النهارده جايبه لكم فكره للناس اللي بتنسى، للناس اللي مش عايزه تنزل كتير في الحر اللي احنا فيه ده، فتعمل اكتر من حاجه في اليوم اللي بتنزل فيه. فدي ورقه نتيجه اهي، ومكانها جنب باب الشقه اهو. لزقتها بمسدس الشمع هنا كده، ومعاها قلم احمر حطيته هنا اهو. دوني فيها انتي نازله تعملي ايه. دوني فيها اول ما تيجي من باب الشقه انتي المفروض المره الجايه هتعملي ايه، او الدكتور طلب منك ايه، او انتي نازله تشتري ايه. فدي فكره هتسهل عليكي عشان ما توصليش للمواصلات وبعد كده تقولي اخ نسيت، او تطلعي بعربيتك وبعدين تقولي اخ نسيت. يا رب الفكرة تكون عجبتكم. انا بساعدكم عشان ما يبقاش في توتر، بساعدكم عشان تبقى الحياة سهلة عليا وعليكم يا رب. كل عام وانتم بخير، واللي ما اشتركش يا جماعة يشترك، واللي مشترك يسيب لي تعليق ولايك يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.